إذا اختيارات وليد اليوم، منير المحمدي في حراسة المرمى، أشرف حكيمي رقم 2، نايف فكرة 5، رومان سيس أو غانم سيس رقم 6، نصير المزراوي 3، عمران لوزة 16، يوسف مالح 8، حكيم زياد 7، أسامة الإدريسي 15، زكريا بوخلال 14، ويوسف نصيري الذي سيقود 14 بالانطلاقة لمنتخب بافانا عرضية والتغطية بعد ذلك الجنوب افريقيا، انطلاقة من الطرف الايسر العرضية والتدخل ممتاز من الإدريسي، يلعب قصيرة ممتازة، يدخل مزراوي وبعد ذلك المغرب، انطلاقة لمنتخب جنوب افريقيا، بيرسيتاو ولكن السايس يجيب بسرعة، السايس يقطع كرة لاعب الأهلي، نجم الأهلي المصري بيرسيتاو والحاسم مع شعلة نشاط دائما في خط هجوم جنوب افريقيا، منير المحمدي. غلطة كبيرة منير المحمدي، كرة كانت سهلة من جانبي بيرسيتاو، لكن منير المحمدي لم يتحكم في هذه الكرة. هدية تمنح لمنتخب جنوب افريقيا بعد خطأ منير المحمدي. معلش من الطرف الايمن، هنا متابعة من ليباسو، تصدي ممتاز، التصدي كان ممتاز في كرة خطيرة من زواني، هذا لاعب وسط الماميلودي سانداونز، هكذا الانطلاقة. هنا أسامة الإدريسي وصلت إلى زياش يسدد ولكن ويليامز يتابع، ويليامز يتصدى أول تسديدة من خارج منطقة الجزاء عن طريق الخطأ في التمرير، ترجع مرة أخرى استلام في خطأ، نعم تدخل وعال بين يوسف نصيري لمليح، يسدد والهدف يضيع. أول تسديدة من يوسف مليح باليسرى قوية، ويليامز يتصدى الثاني تصدي، مورينا مسكها، انطلق مورينا في العرضية ومنير يخرج، نعم، وانطلاقة 3 مع 3 حذاري من كرة صعبة، سايس برافو، جانبية عملية الضغط لا زالت صعبة، مورينا وباس بهذا الشكل، هذه صعبة سايس يبعدها، لوزا في المتابعة الثانية، ترجع كرة مرة أخرى لجنوب افريقيا عن طريق العودة للأجواء الأولمبية مرة أخرى، انطلاقة من أشرف حكيمي العرضية، ويليامز في المتابعة، ويليامز يتابع هذه الكرة، مهم جدا العودة للأجواء الأولمبية. ماس حاولت المرور، لا زالت مغربية، زياش هي الدفاع يتدخل، لو وصلت لنصيري لا زالت هنا، تغطوا على حكيم زياش، المستندة تأتي من أشرف العرضية، ويليامز كان الأسرع مقاتل مع يوسف، هنا يقطع كرة خطيرة جدا، هذه الإعادة إلى كرة زياش، يلعب بسرعة لبوخلال، يمشي بوخلال، يدخل بوخلال، يغطي عليه المدافع، انفرد في التغطية أمام اللاعب بوخلال، لكن من البداية كانت ممتازة، الهجمة قائمة، يوسف نصيري حتى الكرة المتابعة بتسديدة بعيدة، بدأ يتقدم أكثر، أشرف حكيمي يرفع هذه الكرة، نصيري، هذه الكرات التي يحبذها نصيري، جاي الهدف شأن في ذلك، شأن سفيان، شأن كذلك اللاعب عبد الحميد الصابري لاعب نادي سامدوريا، إضافة إلى الحكم في الترويض أنا لم يكن موفق من زياش، هنا النقلة ناحية من الدخول ممكن، بوخلال مالح في التموضع الآن يطلب الكرة، مالح كان في وضعية مصراوي، لا زالت جنوب افريقيا عملية الدخول، التسديدة لكن صافرة قبل ذلك من الحكم التشادي الهادي محمد، هذه الهجمة، شوف الإعادة مرة أخرى في اتجاه مزراوي، يطلب الكرة الآن، يتقدم مزراوي، يحصلها بشكل ممتاز، وبيرسيتاو في دور دفاعي يمنع مرور مزراوي، تماس لفائدة أسودي الأطلس، أنس الزروري، إذا مكان مزراوي اللي تعرض لإصابة شفناها قبل دقائق، غلطة زياش، وهذه صعبة، منير محمد يتصدى لباس، لحسن الحظ أنه لم يسدد بقوة، أنه سدد في المكان المتواجد فيه منير. الهدف الثاني زياش بخارج القدم ممتازة في اتجاه أشرف العرضية، أسامة الإدريسي، مالح ماذا سيفعل؟ مالح تباطأ بعض الشيء، العرضية
اذا الحكم يعطي اشاره. زياش يرفع كوره بالراس وركنيه، بالراس وفيها ركنيه. الحكم لا يقول ضربه مرمى، لمس نايف اكرد. هذه الاعاده. زياش الضربه الحره بسرعه، الكره مرفوعه، كره مرفوعه مالح. والحكم اذا في هذه اللحظات الحكم التشادي يطلق صافره نهايه الشوط المباراتي الاول بتقدم جنوب افريقيا عن طريق بيرسيتاو، لكن احتسب الهدف بالخطا. تحية طيبة مجددا مشاهدينا الكرام متابعينا في كل مكان عبر قنوات بي ان سبورتس. هذا هو ملعب السوكر سيتي في جوهانسبرغ الجنوب افريقيا، ومباراة هذه خطيرة لجنوب افريقيا. ونايف اكرد وصل لفائدة المنتخب الجنوب افريقي. خطيرة خطيرة خطيرة. والهدف الثاني للمنتخب الجنوب افريقي. لباسا يتابع كرة اولى، يتابع هذه الكرة بعد التصدي الاول من منير المحمدي. اصبحت النتيجة هدفان مقابل لا شيء لمنتخب جنوب افريقيا. سريعين جدا مع التعامل مع هجماتهم، هكذا سرعتهم وهكذا ردة الفعل لم تحضر بعد. حكيمي يتقدم، حكيمي يراوغ. في تدخل على مشارف منطقة الجزاء، وبالتالي هنا لدينا ضربة حرة. الحرة زياش يرفع على القائمة الثاني، لكن بعيدة تماما. تماس داخل منطقة الجزاء، تسديدة استماع توجيطاو يلعب بين لي باسا. منير المحمدي يتصدى. منير المحمدي لعب الثنائية بين بيرسيتاو ولي باسا للأرضية. زياش يحصل على الكرة بصدره. زياش 1 على 1. زياش يحاول يدخل. زياش وجول جول يا كبير يا فنان، روعة يا فنان، لمسة المايسترو الفنان. زياش بمهارة سدد في الزاوية. سامي غريب عن زياش، هذه المهارة وهذه التسديدة وهذا الجول. هذا زياش استلم الكرة. زياش يرفع في القائمة الثانية. ممتازة الفكرة. ولكن مورينا على الطرف الأيمن. مورينا يلعبون كثيرا على هذه الجهة لأنه يعرفون لا زالت ماين بيلي يبحث عن التسديد. مالح يغطي وحكيم في العمق هذه صعبة. نايف هذه التمريرة. حذر من الكرات في العمق الآن. الياميق ويحاول يمر. بيرسيتاو. ضربة مرمى مجيته اليمنى المتابعة من حكيمي. يرفع حكيمي والركنية. افريقيا القادمة بالكوت ديفوار. المحمدي ممتاز الاستلام ولتشديرة مع طريقة سوداني. طريق حكيمي السرعة والأسبقية في كسب الرمية الجانبية. المالح ماذا يفعل؟ يا مالح. يوسف مالح كاد يؤدي الهدف الثالث